النهارده هنعمل فكره حلوه قوي وعمليه من الجردل البلاستيك بتكلفه بسيطه جدا. هنعمل القمر ده كمان ممكن نحط جواه اي حاجه زي العاب الاطفال اللي دايما مبهدله الشقه. هنحتاج اي جردل، نشيل الغطا دلوقتي واي زيادات. انا محتاجه الجردل يكون متساوي، فعندكم حلين وانا بفضل الحل الاولاني. بوجه عليه مسدس الحراره كده وبشيل كل الزيادات دي بالقطر، يبقى موضوع سهل وبسيط يعني. الحل التاني بقى ان احنا نشيل الجزء اللي فوق ده كله، وده انا مش بحب اعمله عشان ما اقصرش من الطول، وخصوصا في الفكره دي محتاجين الجردل طويل زي ما هو كده. انا شلت كل الزيادات، وعشان انا هستخدم الشمع في اللزق فمحتاجه اصنفر السطح ده كله عشان ما يبقاش ناعم والشمع يلزق كويس. وناخد بالنا نصنفر كل الاماكن اللي هيتحط عليها شمع. ده القماش اللي هغلف بيه، استخدموا اي نوع متوفر عندكم. لزقت طرف القماش كده في الجردل وقصيت كل الزيادات من الناحيه التانية. وقبل ما الزق بقى الطرف ده هتنيه الاول بالشمع لجوه كده، وبعدين هلزقه. طبعا نشد القماش كويس عشان يطلع شكله حلو. طبعا ببقى عامله حسابي في قماش زياده من الناحيتين كده عشان الزقه لجوه كده والتقفيل يبقى كويس. وقصيت كرتونه مدوره على قد الجزء ده، اصغر يعني نص سنتي، وغلفتها بنفس القماش ولزقتها هنا كده. خلصنا الجردل وباقي الغطا. قصيت قماشة كبيرة أكبر من الغطا ب20 سنتي، ومشيت على أطراف الدايرة كلها بالإبرة والخيط. المهم في الخطوة دي اعملوا حسابكم في خيط زيادة عشان ما يخلصش معاكم وانتوا في نص الدايرة. وكمان ياريت تستخدموا خيط قوي شوية زي خيط المنجد عشان لما نيجي نشده ما يتقطعش. وده شكلها بعد ما خيطتها كلها. نملاها بقى بالفايبر أو القطن، بعدين نحط غطا الجردل واحدة واحدة ونشد الخيط بقى عشان نلم القماش على الغطا كويس. وزيادة تأكيد ممكن كمان تحطوا شمع تحت أطراف القماش. بعد كده نحتاج دوائر من الكرتون ونلزقهم في بعض عشان نعمل بيهم ارتفاع. الكرتون يكون اصغر من الغطا ب3 سنتي، مش شرط تلزقوا 3 في بعض ولا حاجه، مهم يعني يبقى في ارتفاع كويس، سواء تلزقوا 2 أو 3 أو 4 حتى. خلوني اوريكم سريعا كده انا بقص دوائر كبيره ازاي باي مقاس انا عايزاه. كل اللي بحتاجه ورقه بالطول المناسب للدايره اللي انا عايزه اعملها، ومن الطرف كده بنعمل فتحه بالخرامه وبنحط في الطرف التاني دبوس. بنثبت الدبوس كده في نص القماش، ومساعدني طبعا ان انا حاطه القماش على سفنج، فممكن نحطه على السفنج او الكرتون عشان التثبيت يبقى سهل. وفي الفتحه اللي في الناحيه التانية بنحط القلم ونرسم الدايره بتاعتنا بكل سهوله. نرجع للكرتون عشان نغلفه. بنقص القماش كده لشرايط حوالين الكرتون، وبعدين نلزقه على الكرتون لجوه كده. حسيت ان القماش كان بزياده شويه فقصيت كل ده عشان ما يكلكعش. بصوا الفينش ولا غلطه. نجيب بقى الغطا ونثبت الكرتونه عليه كده كده. خلاص خلصنا. فكره بسيطه جدا، وعلى فكره مش شكله خلاص، تقدروا تقعدوا عليه براحتكم ما تقلقوش. عملي ولذيذ كده زي ما انتم شايفين. ما تنسوش بقى تكتبوا لي رايكم في الكومنتس.